السلام عليكم، اهلا وسهلا متابعين ديالي. نتمنى تكونوا على خير وبخير ودوزتوا العيد فرحانين. ما ناقصكم حتى خير يا ربي. صراحه توحشت المتابعين ديالي والصحاب ديالي كاملين توحشتهم. اللي سقس عليا واللي عيط لي واللي خلى لي تعليق، شكرا لكم كاملين بكم، ربي يحفظكم. اليوم مشينا نبيم. انتم عارفين دابا الانسان ملي كيفوت العيد كتدور في الكوزينه، ما كتجبر حتى حاجه، كتولى كلشي تسالى. قلنا نشوفو شنو كاين في العروض اليوم الجمعه، وجبرت صراحه الهميزات كيحمقوا. غادي نبدا لكم المواد الغذائيه، الطحين، الزيت، المهم كل شيء، ومن بعد غادي ندوزو العروض اللي جابوا اليوم الجمعه. صراحه العروض ديال الهبل، ولكن دابا نتوما عارفين قليل اللي غادي يقدر يزعم هكذا يشري بزاف د الحاجات، لان نتوما عارفين العيد كاز ما شاء الله عليه ما حتاش نقولوا. المهم الله يرزق كل واحد يا ربي. بالنسبه لواحد الهميزه كاينه هنايا في بيم جبرتها اليوم الصراحه كتحمق، في الطحين ديال الفينو او الدقيق ديال الفينو والدقيق ديال الفرز ديال الحلوى. كيف ما قلت لكم الدقيق ديال الفرز ديال الحلويات، والهميزه اللي كتحمق هي الزيت نقصوا فيها بزاف على حسب الثمن اللي كان قبل العيد والثمن اللي كاين دابا، كاين الفرق. مهم غادي تشوفوا معايا الفيديو كيف ما قلت لكم في الاول كاين المواد الغذائيه، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو نشوفوا مع بعضياتنا العروض ديال المعينات اللي جابوا والالات ديال التصبين. المهم جابوا بزاف الحاجات، ولكن كاينه واحد الهميزه كلشي غادي يحماق عليها، وان شاء الله جبرتهم بداو كيحطوا في ديك القلايات الهوائيه بواحد الثمن اللي هو صراحه واعر، وكنظن كلشي غادي يديهم. المهم انا قلت لكم خليكم معايا الفيديو فيه الحاجات مزيونين. بالنسبه للزيت البنات، سوريا سميتها كنظن سوريا وقيله. المهم عامله الثمن ديالها كانت عامله 82 درهم، دابا حاليا عامله 76 درهم، يعني نقصوا فيها تقريبا 5 دراهم ياك. كاينه هاد عافيه هادي عامله 8400 يعني 84 درهم. المهم كاينه صراحه كاينه نقصوا بزاف كيف ما قلت لكم بعدا في الزيت وفي هكذا في الطحين. المهم كاينه الحاجات اللي نقصوا فيهم، نتوما غادي تشوف معايا في القهوه، في سميتو في مواد ديال التنظيف. المهم كاينه ما يتشاف وكاينه خاص عيد تجيب يكون عمر. الله يرزقنا ويرزقكم بالصحه والسلامه. بالنسبه لهاد لابادورات هادو بزاف ناس كيسقسيو عليهم، بزاف ناس كيهضروا عليهم. بصراحه طلعوا لهم شويه الثمن لان ما كانوش بهاد الثمن هادو، تقريبا زادوا فيهم 500 درهم. يعني في الاول كانوا الثمن ديالهم شويه المهم مناسب، ولكن دابا زادوا فيهم. نتوما كتشوفوا 2500 درهم، وكاين الناس اللي كيشكروهم وكاين الناس اللي كيقولوا زعما عاديين وصافي. بالنسبه للانسان الا كانوا عاديين زعما ياخذ اللي ماركات اللي معروفين بطبيعه الحال يزيد 500 درهم ان شاء الله. بداو كيحطوا في ستوك كيف ما قلت لكم. هاد الطنجرات هادو نتوما عارفينهم، كاينه صغيره وكبيره. كاينه ديال 8 لتر ديال 8 لتر عاملين لا ب 200 درهم، 14 لتر عاملين لا ب 250 درهم. صراحه مزيونين. وكاينه ديك القلايات الهوائيه كيف ما كتشوفوا ان شاء الله بداو كيحطوا منه، عاملين لهم 550 درهم، فيها 5 لتر. يعني الصراحه الناس غادي يديوهم، انا متاكده، لان هادوك رجعوا يعني كلشي الناس كيستعملوهم كيقطروهم يعني في كوزينه. اكثر الناس اللي كيتابعوا الحميه كيحاولوا ينقصوا من الزيوت والحاجات اللي مقليه. وهنايا ما شاء الله جابوا من كل فن طرف كاين كيف ما قلت لكم كاينه الهميزات مزيونين. كاين هنا شي حوايج كانوا ديجا قبل، كاين شي حاجات ننزلوهم ان شاء الله نزلوهم اليوم. كيف ما قلت لكم انا ملي مشينا كانوا باقي ان شاء الله بداو كينزلوا السلعه. باقي عندهم هنا ديك الحاجات اللي كانوا عاملينهم في برومو في العيد، باقي عندهم منه مثلا بحال هاد الفريرن هذا، ديك الشوايات اللي كانوا جابوا، كانوا المهم بزاف د الحاجات كانوا في قبل العيد وبقاو لهم منه. كيف ما كتشوفوا كاينين هذا منظم ديال الصبيبطات، صراحه هذا مزيان والناس شكروه. منه جليسه، منه تنظيم ديال الصبيبطات، ملي تكون عاد تلبس الصبيبطات الا كنتي معكازه تجلس عاد تلبس تما. والثمن ديالو صراحه ثمن مناسب، 250 درهم. المهم هذا نشكره صراحه مزيون. كيف ما قلت لكم منه جليسه ملي تبغي تلبس، وفي نفس الوقت يعني حاجه كتكون متوله هيدا ومنظمه. بالخصوص حنايا
تبارك الله علينا ما كنعملوش بحال الناس هكا نجبدو غير داكشي اللي كنلبسو. لا اليوم نلبس هادي نزلت تما غدا نلبس هادي. المهم ما علينا، دابا خلينا في العروض اللي كاينه. كيف ما قلت كاينين الحاجات اللي جابوهم جدادي ان شاء الله حطوهم لان اليوم الجمعه، وكاين الحاجات اللي كانوا ديجا قبل، ولكن انا غادي اي حاجه هنايا غادي نصورها لكم هنايا. هذا الزوج الكريم ما عرف شنو كيتشوف هنايا، تا هو كيصور حقه. كاينه هاد الزليفات هادو بهذيك السنيه ديالهم، الثمن ديالهم اللي هو 100 درهم. صراحه هادو مزيونين نشكرهم. هذيك السوينيه ديال الخشبه ولا ديال البامبو بحال اللي كيقولوا، فيها 5 زليفات كبيبرين مزيونين. هنايا هذيك الطبيصلات اللي جابوا جدادين، هاد الطبيصلات والزليفات وحتى الكبيسات ديال القهوه يعني في نفس الشكل. المهم كيف ما كتشوفوا هنايا راه هادشي هذا ان شاء الله حطوه دابا. هادشي هذا اللي كتشوفوا دابا هادو اللي حطوه هنايا جدادين. كيف ما قلت لكم بالنسبه لهاد الطبيصلات هادو بالنسبه المهم ها هي تبارك الله ان شاء الله باقي كينزلوا تبارك الله. هذيك ديك الفراير او ديك القلايه الهوائيه هي جابوا منها واحد كانديدا كبيره يعني واحد كميه كبيره، وباقي كينزلوا. كيف ما قلت لكم راه انا ملي بديت كنصور ان شاء الله كينزلوا السلعه. وهنايا بطبيعة الحال المواد الغذائية حتى هي كذلك عاملين فيها تخفيضات وأثمنة مناسبة بالنسبة للناس هكذا اللي تقدرت لهم هيدا التقضية. راه كاينه تخفيضات في القهوة، في الكوفيتير، في العسل، في الشوكولات، في المهم بزاف د الحاجات منقصين منها 3 دراهم 5 دراهم 2 دراهم. يعني انسان شحال ما اقتصد راه مزيان، ما يكونش زعما يعني شنو هي 3 دراهم او شنو هي 5 دراهم. لا، فهاد الزمان هذا اي حاجه الواحد يقدر مثلا تجمع من تماك مع ديك 5 دراهم وديك 2 دراهم وديك 3 دراهم من هادي وهادي تشري حاجه اخرى. توفير البنات كيف ما كتشوفوا. المهم انا كنصور لكم كلشي وانتم عارفين الاثمنه، وكاين حاجه اللي منقصين منها راه باينه كيكونوا كاتبين فيها بلي ان راه الثمن ديالها كان كذا ورجع كذا. واخا تبارك الله الا الزيت د العود الثمن ديالها طلع مبغاش يهبط. وهنايا هذيك البرومو اللي قلت لكم ولا ديك الصوت اللي عاملين في الفين والبنات 10 كيلو ياك ب80 درهم. وكاينه هذا الدقيق هذا ديال الفرص ديال الحلويات اولا ديال الخبز اولا المهم 10 كيلو عامله 42 درهم. حتى هي بثمن مزيون بالنسبه للناس اللي كيعجبنا هكذا كيخلطوا الفينو والزرع. بطبيعه الحال ما يعجبنوش الفرص بوحديتو لان ما صالحش لصحه الانسان. وهنايا هاد العسيله هادي حتى هي نقصوا فيها 2 دراهم 2 درهم ماشي 2 درهم الناس اللي كيحتاجوا هكذا الحلويات ولا. وبالنسبه للصابون نتوما كتشوفوا هذا الثمن ديالو اللي هو 80 درهم اللي هو اريال يعني. وهنايا الصلصه والليصوص ومايونيز حاجه البنات حاجه غادي نقول لكم صراحه الله نحيد على الرقبه ديالي بالنسبه للناس اللي كيستعملوا ليصوص بزاف وكيستعملوا المايونيز. من احسن الواحد في هاد الصيفيه هادي يرد بالو او لا يتجنبوا بصفه نهائيه، لان صراحه مضرين بزاف من كيكونوا هيدا كيسخنوا في الحراره بالخصوص هكذا لديناهم هكذا البحر او لدين مثلا خرجناهم من النبيره او يعني الثلاجه خرجناهم وخليناهم منزلين على برا من بعد كنرجعوا نستعملوهم راه الضرر بعينه. اول حاجه كيجي للعيال صغارين كيجيهم الاسهال فهمتوا تقدر تطلع لهم سخانه. اذا يا تستعملوهم يعني بحذر يعني تردوا بالي عليهم يا الانسان يتجنبهم بصفه نهائيه احسن له. اي والله ماشي شي حاجه زعما اللي هي مفيده. شنو دابا العيال الصغارين كيتسقطوا هكذا على الحاجه ضروري خصهم ديك كيتشوب ديك مايونيز ديك لاصوص ديك التخربيق هيدا
ولكن الانسان يرد باله على صحته سواء وليداته ولا ليلو. هذه نصيحه. ها من عند الاخت سعاده. كنوجه واحد التحيه للصديقه ديالي، تحيه كبيره وكبيره 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 بزاف، وصراحه توحشتها. وش نقول لكم، انا عندي بزاف ديال الصديقات ولكن هذه تقريبا مده ديال 4 سنين ما شفتهاش، وكانت في المرتبه ديال الاخت ديالي اللي ما ولدتها لي شي ماما. كنتمنى يعني هاد الصيفيه هادي نشوفها، لان حتى كان عندها ظروف اللي خلاتها مسكينه ما تجيش هنا المغرب، وهي عارفاني انا ما عنديش كيفاش نعمل باش نمشي عندها. المهم هي عارفه حتى هي الظروف ديالي كيفاش عامله، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي فهاد الصيفيه هادي تجي ونشوفها. وش نقول لكم، ما حتاش نقول لكم واحد المعزه عندي فيها، واحد العلاقه كانت بيناتنا كيف ما قلت لكم كتر من الخوت، كتر من الخوت. مع العلم انا ما عنديش اختي، ماما ما عندهاش بنات، عندها غير انا. عندي خوتي العزاره ولكن البنت ما عندنا شي. اللي عنده شي بنت ربي يخليها له، اللي ما عندوش ربي يرزقه. كيف ما كنقول لكم كانت يعني اختي صاحبتي ماما. مهم كان فيها كل شيء لأنها كبيره مني شويه، ولكن انا وياها كنا واحد الصداقه. المهم ماشي ديك الصداقه ديال المصلحه ولا ديال، المهم كنوجه لها تحيه اكرام 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 اكرام. كنوجه لها تحيه كبيره بزاف. العظيم جاتني بكيه بقاو توحشتها، وكنتمنى يا ربي فهاد الصيفيه تجي. وهادشي اللي كاين. والله يلقي كل واحد باللي عزيز عليه في هاد العواشر وفي هاد الصيفيه ويشوفوا ويفرح حتى هو يا ربي الحبيب. وكنوجه كذلك تحيه لمنيا صاحبتي اللي سولت فيا، وحفيظه كذلك كنوجه لها تحيه. تبارك الله ما شاء الله، لا جيت نحسب لكم حتى شي نقول لكم. كنوجه تحيه اللي كيعرفني كامل، وكنقول له عواشرك مبروكه، وان شاء الله يا ربي دوزو صيفيه كيف ما كتمناو نتوما ان شاء الله يا ربي الحبيب. المهم كان هذا هو الفيديو ديالنا من بيم. صراحه كيف ما قلت لكم عملوا جوله، راه غادي تلقاو بزاف ديال التخفيضات، وكاينه حاجات اللي جابوا جدادين، كاين حاجات اللي كانوا بثمن يعني طالع وطيحوا الثمن يعني نقصوا عن السولد. المهم عملوا جوله وشوفوا داكشي اللي احتاجيتو نتوما، نتمنى ان شاء الله تجبروا داكشي اللي بغيتو. كيف ما قلت لكم راه كاينه ديك افراي بثمن اللي هو مناسب صراحه. بلايص اخرين راه ما كيجيبوهاش بديك الثمن، 5 يورو اللي هي ب550 درهم واخا. كان هذا هو الفيديو جولة في بيم ونتمنى يعجبكم فيديو. مع السلامة.